عسلامة، مرحبا بكم في لاباسات تحت ضحى. اليوم كيما قاعدين نشوفوا باش نحضروا مع بعضنا عصيدة الزقوقو للمولد. باش نستحقوا 250 غرام فرينة، 250 غرام سكر، لترتين ماء، وزقوقو بالطبيعة أنا نستعمل النوعية هذيا تقريبا توا 3 سنين. هايلة الحق عجبتني، وانتم كل واحد وذوقه تنجموا تختاروا أي نوع آخر متاع زقوقو. أول حاجة عملتها حليت الزقوقو، حطيته في إترا ماء، خلطته مليح وخليته يتنفخ 24 ساعة. تخليه في فريجيدير 24 ساعة، وإذا كان أنت مجروبة تخدم وما عندكش وقت تخليه أقل شيء ساعتين. هكاك يسيب النكهة متاعو ويسيب قوته، وتجيك عصيدة فيها نكهة الزقوقو قوية بالكدا. لهنا باش ناخذ الميكسور ونخلطهم بالكدا بالكدا باش يسيب قوته بالباهي. إذا كان ما عندكش الميكسر هذايا تنجم تستعمل الروبو اللي نرحيو فيه الجو عادي، معناها جوست باش يتخلط هو مليح ويسيب القوة متاعو أكاهو. من أحلى العادات اللي عنا في تونس نهار المولد نعملو العصيدة. العصايد عندهم برشا أنواع متاع عصايد في تونس، وهذه من الحاجة اللي استانسنا بها وإحنا صغار هي عصيدة الزقوق. كملنا خلطنا الزقوق بالباهي. توا باش نصفيوه، ناخدو غربال الشعر نحطوه هكاكا في الطنجرة ولا الحاجة اللي باش نصفيو فيها. الزقوق اللي قعد في الطنجرة هذاكا نزيدو نصبو عليه شوية ماء نخلطوه ونصبوه معاهم في الغربال ونقعدو نحركو هكا كيما تشوفوا. من الأول باش نستعمل المغرفة ومن بعديكا نستعمل يدي باش نعصرو بالباهي. هذايا هكا باش نحيو أي حاجة ما زالت ما ترحاتش في الزقوق، وساعات يقعد كعب مش مرحيين كيما قاعدين تشوفوا هذاكا كله. إذا وهذاك يا جماعة اللي تشوفوا فيه هذاك كله ديشي أحرش. لو كان ما تصفيش الزقوق متاعك ويتعدى هذاك تجيك العصيدة حرشة. فما شكون يستعملوا هذاك في الكيك، يعمل بيه كيك ويجي بنين الصراحة. تو مرة نهبط لكم وصفة كيك بالديشي زقوق. وهنا باش نعاود نغربلو ونصفيه المرة الثانية. نصفيه أنا على 3 مرات باش هكاكا نطمن اللي ما تعدى حتى حاجة معناها حرشة مع العصيدة. والمرة الثالثة باش نصفيه مع الفرينة. دونك هذايا التصفية الزقوق وحده، هذايا المرة الثانية. هاكا ديجا تشوفوا معناها ما عادش برشا ديشي. وديما نشلل الطنجرة بشوية ماء، والماء راهو اللي نستعمل فيه هو متابع الليترتين معناها اللي وريتهم لكم، خاطر انا حليته في إترة وخليت الليترة الاخرى هذيك اللي قاعدة نشلل بها في الطناجر، وهذيك اللي قاعدة بعد باش نحل بها الفرينة. معناها ما نستعملش اكثر من إترتين ماء. هنا كما قلنا 250 غرام فرينة باش نحلوهم مع الزقوق. هاكا باش نزيدها اللي مازال من الماء. نحلوها مليح الفرينة يا جماعة راهي تكعبر. نحلوها مليح مليح، سواء بالميكسور بلونجون ولا تستعمل يدك ولا بالروبو. المفيد ما تخليش الكعابر هذوك. هاكا نعملولها ضربة باهية بالميكسور تجيك معناها مريقلة ما فيهاش كعابر ما فيها حتى شيء. فما راهو اللي يحط 300 غرام فرينة، فما اللي يحط قد الزقوق وقد الفرينة. الصراحة أنا ما نحبش، خاطر أول حاجة تجيك يابسة برشا، ثاني حاجة ما تجيكش كحلة مليح، معناها تجيك ما تجيك قري ولا ترى كيفاش، معناها ما تعطيكش اللون الأكحل المزيان متاع الزقوق. دونك 250 غرام باهي تخلي لك نكهة الزقوق واضحة، تجيك كحلة كما أنت تحب. لهنا باش نصفيوها المرة الثالثة والأخرانية باش كان فما كعابر مازالوا من الفرينة هاكا يتنحى. باش نشلل الطنجرة متاعي بيان سور كالعادة. والزيت زادا يا جماعة وقت اللي تحل السطل متاع الزقوق باش تلقى فيه من فوقك الزيت. الزيت هذاك تنحيه في كيس وحده تحطه على جنب. ونزيدو أنا توا في المرحلة هذيا الأخرانية
يعطي لمعة للعصيدة متاعك. علاش باش نصفيه؟ خاطر ديجا فيه هاكا كيما قاعدين تشوفوا كعبة زقوق وهكا وفيه حاجة باش نتجنب إنه تتعدى أي حاجة حرش، ونشلوه زادا هو بشوية ماء باش ناخدو خاطر فيه نكهة زقوق ويعطيك اللمعة العصيدة محلاها. نحركو الطنجرة متاعنا باش تدخل المكونات الكل في بعضها، نحطوها على نار هادية تطيب في عقلها، يقعد ساعة. أنا بالنسبة لي أنا ساعة بالضبط في حضرة العصيدة، دونك تنجم تقعد أقل تنجم تقعد أكثر، انتي والكمية اللي عندك وانتي وقوة الغاز معناها. أنا حطيتها كيما قاعدين تشوفوا على نار هادية باش تطيب في عقلها وتسيب نكهتها بالكدا وتجيك عصيدة بنينة في حقها. بالنسبة للسكر هو آخر حاجة وقت اللي سيي طابت العصيدة وقت سيي معناها حضرت العصيدة متاعنا وسيي باش قريب باش نطفيو الغاز ونحطو كالسكر، وهو اللي يعاون باش اللون متاعها يجيك غامق وتزيد تغميق. ديجا هي وقت اللي انت تحط السكر تلاحظ انها تزيد تغميق. لهنا بديت العصيدة تقريبا بعد 4 دراج، لهنا بديت تشد روحها. نقعدو هكا نحركو مش كيما الكريمة يعني تحرك ما تقفش، ومش زادا اللي تنساها تشدلك في الطنجرة. هاكا ديما عينك ميزانك وديما حرك طنجرتك. ريحتها بدات تخرج لهنا فايحة تهبل، قاعدة تغلي أمورها واضحة. تبعوا يا جماعة باش تجيكم ناجحة، تبعوا المقادير بالضبط، راهو توزن في العصيدة كل شيء بالميزان، ما فماش عينك ميزانك راهو في العصيدة، فما يلزمك توزن. لهنا العصيدة متاعنا سيء حضرت باش نحط السكر. السكر راهو حسب الذوق، أنا 250 جرام صافا بنينة وحلوة، مش حلوة على الآخر ومش زادا ناقصة سكر. اللي يحب يزيد أكثر يحط 300 جرام ينقص، الدنيا أذواق. هاكا شفتوا كيفاش لونها زاد غماق وديجا راهو السكر يزيد يحلها، دونك ما تخافش كان لقيتها يابسة شوية قبل ما تزيد الماء وقبل ما تعمل أي حاجة حط السكر خاطر السكر ديجا يزيد يحل. هنا سي بون باش نطفيو الغاز متاعنا، عصيدتنا حضرت. نحضروا الصحفات متاعنا والكيسان قبل ما نطيبوا العصيدة، على خاطر كي تبرد صعيب ياسر باش تحطها في الكيسان. دونك نخليوها هكا كيما شفتوا كل شيء حاضر هاكا ديريكت نحطها في الكيسان. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، وان شاء الله ربي لا يقطع عنا عادة، وان شاء الله كل عام واحنا نطيبوا في العصيدة وفرحين وملمومين في الخير ان شاء الله يا ربي. لهنا باش نزينوا العصيدة. حطيت انا واختي في الصالة قدام التلفزة نتبعوا في خطة على الباب، نسمعوا في حكاية منانة وسي الشادلي التمار وتزين كيما تحب انتي. عندي شوية فستق رحيتهم، فما بوفريوة تقسم الكعبة على زوز إذا كان معناها تحب تزين بالطريقة اللي قاعدة نعمل بها أنا توا. فما زوزة، فما لوز أبيض مرحي، هادوما معناها اللي عملتهم أنا. وكل قدير وقدره تشري الفاكهة اللي تحبها انتي واللي تقدر عليها انتي، مش بالضرورة كيفي أنا، ولا تنجم تشري حاجات أخرين أنا ما شريتهمش، تنجم تنقص حاجات، ولا الزينة انتي وكيفاش تحب تتفنن في تزيين العصيدة متاعك. أنا هكا كيفاش عملت. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله الطريقة تطبقوها وتعملوا المقادير بالضبط كما حطيت انا، وان شاء الله تجيكم ناجحة. ما تنسيوش باش تحطوا لي تعليقاتكم، باش تبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم، وكل عام وانتم حيين بألف خير. وين زدتي ليلة الاثنين جد الحسن جد الحسين